طيب ما نبدا نفس البدايه. اقسم بالله العظيم جمهور الاتحاد ده يعني حمال اسيه. هات لي دقيقتين في الماتش الاسماعيلي كان احسن من الاتحاد فيهم، او الاسماعيلي كان بيلعب بخطوره. على فكره انت كنت مايل للارض والجمهور وكانت واضحه. طبعا كلنا اتفرجنا على ماتش الاتحاد والاسماعيلي اللي خلص 3-1 للاسماعيلي. اولا الف مبروك للاسماعيلي، ثانيا هارد لك للاتحاد. بس تعالى بقى نشوف ازاي ال 3-1 دول جم. يا الله! اول حاجه بقى عايزين نقولها، مش ده اللي احنا كنا مستنيينه خالص من الاتحاد في الماتش ده. احنا كنا مستنيين من الاتحاد يلعب كوره. على فكره السكواد اللي بيلعب دلوقتي في نادي الاتحاد ده ما شفناهوش بقالنا فتره. سكواد قوي، كل مكان متدعم بلعيب واتنين. لو لعيب قصر زي اللي حصل امبارح ممكن تحط واحد بداله عادي ويلعبوا كوره، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. لكن لازم اللعيبه تحس بالمسؤوليه شويه. يعني الموسم اللي فات بادئينه واخدين اول متوشه فيه كلها. طيب ما نبدا نفس البدايه. انتوا كان ناقصكم ايه امبارح عشان خاطر تكسبوا؟ طيب تعال نشوف بقى في المجمل الفرقه اللي غلبتك 3-1. هات لي دقيقتين في الماتش الاسماعيلي كان احسن من الاتحاد فيهم، او الاسماعيلي كان بيلعب بخطوره. دقيقتين على بعض مفيش. انت خسرت من الهوا، خسرت عشان انت عايز تخسر، خسرت عشان غلطات عجيبه. احمد غنيم كان وحش قوي، بطه بلد مش وحش. وطبعا محمود شبانه ده انا عندي مشكله من ساعه المره اللي فاتت لما جه الاعاره الاولانيه. محمود شبانه عنده اندفاع يوديك في داهيه، لعيب متهور، كوره في الجنب. انت ايه اللي يخليك تاخد الريسك تحط رجلك العكسيه وتكعبله؟ ما تاخد خطوه يا عم وتكمل معاه. هي ما كانتش خطيره، ما كانش وشه على الجون، يعني ما كانش رايح يشوطها عشان خاطر تعمل كده. لبسنا البلانتي، الفرقه بادئه مضغوطه، انت بتلعب خلاص اللي يعني نص الفريق طلع بره وبتبتدي الماتش 1-0. وليه يا عم؟ وليه غلطه زي دي تعمل كده؟ كان في شارع بقى في الناحيه اليمين، الناحيه بتاعت شبانه واحمد غنيم دي اتاكل عليهم عيب. ليه مش قادرين تمسكوا نفسكم؟ ليه؟ اللي مش قد مكانه يتغير يا جماعه، اللي مش قد مكانه ينزل لعيب بداله. كابتن طارق العشري خلي بالك من النقطه دي. محمود شبانه متهور، حاجه من الاثنين، يا تبدله يا تظبطها معاه. الاندفاع والتهور ده غلط، بيلبسنا كوارث. يتلعب عليك كورتين مرايه، واحده من اليمين وواحده من الشمال، هي اللعبه. طب انتوا ايه يا جدعان؟ ده لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني هي الكره تتلعب عليك من الشمال وبعدين يروحوا يلعبها عليك من اليمين؟ انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ انت على فكره كان ممكن ترجع في الماتش. رجعت بعد الجون بتاع مابولولو، ومابولولو بكل ثقه في لقطه الجون بيثبت ان هو مهاجم ملوش زي في الدوري. بيستلم الكره في وسط المدافعين كلها وبيلف وبيشوطها في الجون بكل ثقه، ما شاء الله عليه. اصلا الاسماعيلي بعد البلانتي لعب دقيقتين، بعد كده الاتحاد بقى يلعب، مسك الملعب وبقى بيضغط، بقى بيعمل كل حاجه. يجي في الجون يهمدك، يطلعك بره اللعب بكره خايبه، بلعبه خايبه من الشارع اللي هو بتاع احمد غنيم ده. لازم نشوف حل في المشكله دي. الكوره اللي احنا كنا المفروض نلعب عليها بين الباك والسيرد باك اتلعبت علينا احنا من الناحيه اليمين. الناحيه الشمال كريم الديب كان كويس، حمدي النقاص ده مش يتاكل عليه، ده يتاكل عليه فته. والله العظيم باك يتاكل عليه فته. التغيير بتاع بواتنج كان احمد عادل ميسي نزل اولى ولعب هو على الشمال واحمد عيد لعب على اليمين. على فكره الاثنين بيعرفوا يلعبوا في الناحيتين، اذا كان ميسي ولا احمد عيد كان هيبقى احسن من بواتنج. وطلع بلال ونزل نص ملعب تاني من بدري بدل ما تطلعه وتنزل المهاجم. مشكله التغييرات كانت التغيير ده، كان احمد عادل ميسي ينزل بدري او كان يبدا الماتش يلعب على حمدي النقاص ده، يتلعب عليه كل حاجه. هو من كره عرضيه واحده حمدي النقاص احنا ما شفناهوش قدام غير في الكره دي، الكره العرضيه اللي دخلت جول. كان هو فين طول الماتش؟ احمد عيد خده في واحده بكل سهوله، عدى من تحت ايده وراح، قام جاي هو شده. الكره دي فيها انذار. بمناسبه الانذار بقى والتحكيم، كابتن محمد معروف ايه؟ الكره بتاعت حمدي النقاص دي لو كان خد فيها الانذار كان زمانه مطرود والاسماعيلي بيلعب 10 لعيبه. ما ياخدش الانذار ليه؟ شد واضح، جرى قدامه قام جايبه بايده. ما تدلوش انذار ليه؟ ما عملش كارثه تحكيميه تضيع الماتش، بس محمد معروف ده قتل الماتش. انا شايف ان هو ما يحكمش ساحه تاني، يروح يشتغل موظف في لجنه التحكيم، ان هو مش فاهم كوره، ما عندوش كوره في دماغه. كل فاول وكورنر وتاخد فيه دقيقتين. ليه يا عم؟ ليه الوقت اللي بيضيع ده كله ليه؟ وعلى فكره مش اللعيبه، انت اللي بتضيع الوقت في الكورنرات والفاولات. ليه؟ كور كتير قدامك ما بتحسبهاش فاولات. ليه؟ كره اوت طالعه بره بتحسبها علينا. ليه؟ على فكره انت كنت مايل للارض والجمهور وكانت واضحه. الله ده بيرقصوا مع الجمهور. يا خبر ابيض، ربنا يستر.
احنا عندنا مشكله في التحكيم هنا، عندنا في مصر في مشكله في التحكيم. مش ده الماتش الاولاني، ماتش الزمالك اللي فات امين عمر بيقول لك مش مقتنع بيه. يعني ايه مش مقتنع بيه؟ ايه يا عم، مش جايه معاك يعني مش مقتنع بيها؟ اصل هو مش اوفر شغل يعني. معقول يا جماعه؟ ده مش طقم حكام، ده طقم حله. دي نصيبه. الجون اللي جه في الزمالك حسبتها كورنر، مش كورنر. الحكم بتاع ماتش الداخليه جنش طلع يارده كامله وهو بيصد البلانتي، والبلانتي ما رجعش. احنا عندنا مشكله في التحكيم هنا في مصر، عندنا كوارث. الفار كانه مش موجود. ما لو حكم الفار فاسد باظ الفار، حكم الساحه فاسد باظ الفار وباظ التحكيم. مش فاهم كوره ما تحكمش. قتلت اي فرصه ان الفرقه بتاعتنا ترجع فيها. فرحان انت بالكاميرا والصفار. ده بالنسبه لمحمد معروف. اما بالنسبه لبقى نادي الاتحاد لازم بيفوق شويه، لان مش الحكم سبب الخساره. سبب الخساره توهان الدفاع. احنا عندنا مشكله لما كنتوا بتضغطوا طولي كنتوا عارفين تمسكوا الكوره وتلعبوا. كمل. والجول ده اللي يخش فيك اللي يهمدك ده ليه غلطه تافهه زي دي. احنا بقى عايزين نشوف هشام صلاح، خلاص ربنا كرمه ورجع بالسلامه، عايزين نشوفه. وعايزين نشوف احمد ياسين. عادي اللعيب اللي لعب وحش يتغير وينزل غيره ونشوف غيره. احنا عندنا قايمه فيها لعيبه، فيها سكواد يلعبوا. الحبيب حسن ربنا يكرمه وينزل، وكريم الديبي ينزل مع الناس اللي قدام يزود القوه الهجوميه. عادي. لعيبه الاتحاد كانت وحشه، دفاع الاتحاد كان زي الزفت، ضيع الماتش، طلعت بره اللعب. الماتش بتاعك اقسم بالله العظيم بتلاعب فرقه فاضيه. انا بقول لك اهو، هات لي يا عم دقيقتين ثلاثه على بعض الاسماعيلي كان خطير فيهم. مش هتلاقي، عشان ما تلعبش عليك كوره. انت اللي خسرت، انت اللي ما لعبتش كوره. انت اقوى واحرف وتشكيلتك مليانه، وكان عندك بدله. البدله اللي نزلت ما فيش غير احمد عادل ميسي بصراحه، نزل عمل اللي عليه. واحمد عادل ميسي بقى لازم يبطل انانيه، لازم يبطل الشغل اللي كان بيعمله الموسم اللي فات ده ويلعب ايجابي شويه. الكره دي لو كان عملها بالعرض كان زمانها دخلت جون. لازم يبص جنبه الاول. مبولولو احسن مهاجم في الدوري، مش احسن مهاجم، عن احسن مهاجم في الدوري المصري كله. وفي مشكله عندنا في الاتحاد ان مبولولو بيلعب في ليفل وبقيه اللعيبه في ليفل تاني. لازم اللعيبه ترتقي شويه اللي هم فيه. بيقرب منه ميسي شويه، بيقرب منه خالد الغندور شويه. وخالد الغندور بصراحه كان بيلعب في كل مكان، بس هو مش هيحارب لوحده. ما ينفعش انا افضل بهاجم وبضغط وماسك اللعب ولا ورايا حصلت نصيبه. ليه الكوارث؟ ليه تاخد جونين هم ليه تاخد نفس الجون مرتين؟ ليه؟ هو اتلعب علينا كور. المساحات اللي كانت بين الباك والسيرد باك عندنا دي هي اللي عملت المصايب كلها، والناحيه الثانيه كره وحيده اتلعبت مش عارفين تقفل عليها. سيفت هو كل ما بيمسك كره بيلعب كره طوليه وحلوه، بيلعبها صح، بيمسك كره يلعبها صح. يعني انت عندك حلول، عندك ان انت تطلع بالكوره من تحت، وعندك ان انت بتسلم الكوره من ورا لقدام بلعبه واحده. فين الشغل ده؟ فين؟ ما شفناش. كابتن طارق العشري بعد اذنك الماتش الجاي مش عايزين نشوف الكلام ده كله. انت راجل، احنا كان عندنا تحفظ ان انت بتلعب اللي هي نتيجه ال 1-0، انت بتلعب على نتيجه 1-0. احنا ما شفناش الكلام ده الماتش اللي فات، فاحنا مش عايزينه. معانا سكواد بيعرف يلعب كوره، معانا سكواد بيعمل كل حاجه، عايزين نلعبهم كوره. حضرتك عامل مشروع كويس في اللعيبه، نكمله. معدل الاعمار السنيه حلو، نكمله. بس نطلع كوره مبسوطين. ما ينفعش نخسر ماتش كده يحرق دمنا. اقسم بالله العظيم جمهور الاتحاد ده يعني حمال اسيه. مش هنفضل نستحمل يعني احنا عندنا تفاؤل وامل بالجيل اللي معانا ده. السكواد ده ان شاء الله يعمل حاجه، لكن هنطلع بقى في نص الجدول ونقعد ننافس على الهبوط والكلام ده كله. حرام، يبقى حرام. مفيش حاجه ناقصه. المسؤوليه شويه، التركيز شويه. بعد اذنكم ماتش الاسماعيلي ده ما يتكررش تاني، وما تقفلوش الصفحه بتاعت الاسماعيلي دي، تفضل مفتوحه لغايه ما مشاكلها كلها تتعدل. ما ينفعش نقول صفحه قفلناها وداخلين في اللي بعديها، لا، الصفحه دي هتفضل مفتوحه طول ما فيها مشاكل ما اتحلتش، ونلعب في ماتش الجونه ونشوف المشاكل اللي حصلت دي هتتكرر تاني ولا لا. ولو في لعيبه تتغير وتنزل. اللعيب اللي مش قد الاتحاد ما يلعبش، اللعيب اللي مش قد جمهور الاتحاد ما يلعبش، اللعيب اللي مش قد التيشيرت بتاع الاتحاد ما يلعبش. وان شاء الله نتقابل في ماتش الجونه واحنا كسبانين. ولو المشكله يعني احنا هنفضل نلعب بس في استاد اسكندريه ونكسب، وان شاء الله نتقابل بعد ماتش الجونه واحنا معانا الثلاثه بونت. وبعد اللي حصل في ماتش الاسماعيليه وشفنا تاثير الجمهور عامل ازاي، بعد اذنكم الماتش يتلعب في استاد اسكندريه وجماهيرنا تحضر. المطوشه الجماهيريه، الفرق الجماهيريه بيبقى ليها مطوشه طعم حلو.
بغض النظر عن اللي حصل في الاستاد اذا كان حلو ولا وحش، لكن الماتش شكله حلو لان هو ماتش جماهيري. دي مشكله الدوري السنه دي، ان انت هم 3 فرق جماهيريه او 4، غير كده كلها شركات ما بنتفرجش على كوره. فاحنا عايزين المطوشه الجماهيريه تبقى فعلا هي المطوشه اللي بيتلعب فيها كوره. ماتش الاتحاد والاسماعيلي ما كانش وحش، كان ماتش حلو على المستوى الفني، ماتش حلو.